السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سريعا كده هتكلم معاكم عن اي حد عايز شجر فاكهة في قلب البلكونات او الروف. حد ما عندوش ارض وعايز شجرة سفندي، شجرة برتقال، شجرة ليمون عنده في قلب الروف، وازاي يشتغل عليها وازاي تبقى مقزمة. يعني ناس كتير بتقول انا عايزين شجر مقزم، وناس كتير بتبيع وخلاص على النت اي حاجة في اي حاجة، والناس بتتصدم في الاخر. طيب شجرة مقزمة يعني شجرة عمر 4 سنين وانا ببتدي اشتغل عليها، بعد كده ان انا احجم شكلها انها ما تكبرش قوي وتديني اللي انا عايزه وتديني الشكل اللي انا عايزه، وده مع الوقت ومع السنين. طيب النهارده دلوقتي كده هنبتدي ننقل مع بعض سفندي، برتقال، كيميكوات، ليمون. التربه المستخدمه تراب اسمر ورمل. بنيجي على التربه اللي موجوده عندنا بنجيب تراب اسمر وجزء رمل وبنقلبهم على بعض. طبعا هنحط القصيص 40 سم، بنحط تحت في قاع القصيص طبقه السن زي ما احنا شايفين كده، طبقه خفيفه كده تشغل التصريف وما تقفلوش، لان دي هتبقى شجره دايما هتقعد في القصيص ده 3 4 سنين على الاقل. طيب التربه بتاعتنا المستخدمه بيبقى 3/4 تراب والربع رمل، وده بيكون من حجم القصيص بتاعنا. التربه اللي بنجيبها وبعد ما بنشتغل عليها كده بالطريقه دي ونقلبها، بنرشرشها بشويه ميه بحيث انها تبقى رطبه معانا، ولما نيجي نسقي الزرع يتسقي مظبوط، فتحات التصريف تشتغل وتكون في قلب طبقه خفيفه من التراب. وباجي على الشجره بتاعتنا، وليكن شجره ليمون اهي بالشكل ده. طب حد هيسال هل اقدر اعمل الكلام ده في اي وقت من السنه؟ ايوه انا اقدر اعمل الكلام ده في اي وقت من السنه. ليه في اي وقت من السنه؟ بما ان الشجره عندي في صفيحه، الشجره دايره وشغاله في صفيحه بقالها مده، مش شجره لسه تقليع السنه، مش شجره لسه صغيره لتقليع السنه. والافضل يتعمل الكلام ده في اشجار عمر 4 سنين فما فوق. ما اجيبش شتله صغيره واقول انها هتديني انتاج او هتشتغل، هتبقى بطيئه شويه في شغلها، وفي نفس الوقت ممكن تتعرض لامراض كتير وما تشتغلش معانا. يبقى الشجره عمر 4 سنين ده افضل حاجه علشان الشجره تديني اللي انا عايزه وتشتغل معايا. كان طالع معاها رواليا اهي هننقلها، وباجي على الشجره بالمنظر ده كده، بخف جزء من التربه من تحت. اهم حاجه ان الصلايه دي ما تتفتحش، لازم تبقى مقفوله على الشجره. طول ما هي مقفوله على الشجره، الشجره مش هتتصدم معايا. طب فرضا حد جه يعمل الحركه دي والصلايه فرطت منه الجزء ده كده، فرول منه او كان رمله كتير، بنسقي الزرع اول مره وما بنسقيهاش تاني، وهي بتتعرض اصلا لصدمه وممكن توقع ورقها طبيعي، بس ما بنسقيش تاني وبنعطش خالص، وبنقصقص اي اطراف بتتحرق، اي اطراف في قلب الشجره اتحرقت بنقصقصها وما بنسقيش الشجره تاني خالص. ممكن نروي بهيومك اول مره ونصبر عليها، بتشتغل تاني معانا بامر الله. المهم ما نديش فرصه للجذور انها تتفتح من حوالين الشجره كلها. بنخف بالطريقه دي معانا، بنمسك الشجره كده بنسمي الله ونوسطنها في قلب القصيص، طبقه التراب بتاعتها، والكلام ده بينطبق على الليمون، السفندي، برتقال، تفاح، الخوخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبنديها ميه بنديها ميه لغايه ما الميه تنزل من تحت من فتحات التصريف، وبيبقى عندنا شجره ليمون او شجره برتقال او شجره سفندي في البلكونه بالشكل ده. طيب بنيجي بنقصقص الاطراف، يعني بعد النقل بنقصقص الاطراف الضعيفه اللي زي دي كده، اي اطراف ضعيفه، اي اطراف محروقه، بنقصقص الكلام ده كله، وبنبتدي نشتغل على النبات. بندي هيومك اول مره، وبعد كده بنصبر عليه شهر، وبعد كده بنبتدي نديله احماض امينيه وعناصر صغرى مع المركب المتوازن، بحيث ان احنا نخلي الشجره تشتغل في مكانها الجديد وتنتج جذور جديده، وبكده يبقى عندنا شجره فاكهه في البلكونه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.